السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعلمكم وصفة جميلة جدا. هنعمل بسكوت بالزيت. هتقولي ندى بسكوت بالزيت؟ هيبقى بسكوت بالزيت وهيطلع بنتيجة روعة جدا جدا لزوم العيد بقى. وهعمله لكم برضو بثلاث انواع: بالكاكاو وبالتمر او بالبلح العجوة يعني وبالفانيليا. تمام. كل سنة حضراتكم طيبين، وعايزاكم كلكم بقى في التعليقات تكتبوا لي بقى كل سنة وانتم طيبة، وتملوا لي كده تعليقات حلوة عشان العيد. ويلا كده نبتدي في الوصفة بتاعتنا. معانا يلا ايه تاني؟ معايا 3 بيضات، امسكها كده احطها على طول في الخلاط. النهارده هنستخدم خلاط. هتقولي يا ندى بسكوت في الخلاط؟ بسكوت في الخلاط. ومعايا كوباية زيت، معايا كوباية الا ربع سكر اهو، ومعايا كمان الفانيليا. الفانيليا طبعا 3 بيضات عليهم 3 باكيتات فانيليا. تمام، او يعني يعتبر نص معلقة صغيرة كده للي بيعاين. يلا نضرب، يلا كده هضربهم وهرجع لكم اهو. يلا كده يا حبايبي نبتدي. يلا ننخل. معايا نص كوباية نشا، ابتدي كده انخلها كلها كده اهو. ومعايا كمان الكيس اللبن البودرة، عايزين تنخلوه انخلوه، مش عايزين انا مش هنخله يعني، هو كويس اهو. ومعايا كيس بيكنج باودر اهو، عايزين تدخلوه برضو ادخلوا براحتكم اهو. ومعايا بعد كده الدقيق، معايا 4 كوبايات ونص، يعني بالنشا 5 كوبايات اهو. كده تضيف كده شوية شوية وتدخلي في الدقيق اهو. وطبعا احنا ضربنا في الخلاط اللي هو البيض والسكر والزيت والفانيليا اهو كده. اهم حاجه يا جماعه ان انت تنخلي كده الحاجه وانت شغاله، لان لو في اي حاجه في الدقيق يطلع معاك في المنخل، وكمان يبقى الدقيق كويس معاكي وانت بتعملي. تمام اهو كده. اخر حاجه كده هسيب يلا شويه دقيق عشان نستخدموهم، اديكم هشوف هنستخدموهم فين. يلا كده الاول بندخل كده دول، بعد ما نخلتهم كده بجديهم قليبه كده عشان البيكنج باودر يتوزع كده في الدقيق هو يعني اللبن، كيس اللبن البودره والبيكنج باودر وكل الحاجات والنشا. يلا كده اهو اديتهم اهو كده. يلا تعالوا ندي ضربه كده للخلاط تاني كده. بس كده. يلا كده ننزل الخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الخليط؟ عسل عسل عسل، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر أهو. وبالإسباتيولا كده بتاعتنا ننزل كده اللي في الخلاط أهو اهو كده يا جماعه. شايفين ابتديت اخلط كده بالاسباتيولا بتاعتي. ده طبعا بسكوت، البسكوت ما ينفعش ليه العجن، انت بس كده بتقلبي كده بالراحه كده بالاسباتيولا بتاعتك اهو. اهو كده من بره لجوه كده زي ما معلماكم اهو، لغايه ما تشرب الخليط كله بتاعنا كده الدقيق اهو. اهو كده اهو. صلوا على النبي. اهو كده هقعد اخلط فيهم كده شويه لغايه ما يتخلطوا وارجع لكم. اهو كده يا جماعة يعني العجينة خدت معانا على 4 كوبايات دقيق، ما خدناش الشوية اللي باقيين. وشايفين سمكها بقى حلو ازاي اهو، بقى جميلة خالص ومظبوطة. يلا كده احنا ناخده منها حتة عشان نبتدي نشتغل اهو.
ناخده كده على حدود اكتر من نصها كده او نصها يعني، في الحدود دي اهو. نحطوها هنا كده في الكيسة اهو. تعالوا بقى نشوف هنا، حطيت كيسة اهو من تحت كده يا جماعة اهو، وحطيت العجينة بتاعتي وفي نفس الكيسة زيها كده من فوق اهو، وبنبتدي نفرد اهو كده اهو كده. طبعا العجينة يا جماعة سمكها كده يعني تخينة كده شوية اهو، ونفرد كده برضو تاني هنا اهو، لغاية ما يبقى سمكها كويس معاكي. تفردي كده اهو كده. شايفين ازاي انا فردتها بكل سهولة، ما خدتش معايا اي حاجة اهو. اهم حاجة تكون على كيسة يا جماعة عشان ما تغلبكيش في الفرد، وما تستخدميش دقيق في الفرد ولا زيت ولا الكلام ده اهو كده. هي تمام بس كده. يلا هنطلع الكيسة دي كده تاني ونبتدي يلا نشتغل بأول واحدة. البلح بتاعي أنا عملته بالطول ده كده أهو. نبتدي يلا نحطه هنا كده أهو أهو كده بالطول بتاع العجينة بتاعتي. بعد كده احنا بنمسك العجينة، هنمسك سكينة كده، هنسوي الحتة اللي هنا يا جماعة. بصوا كده الحتة اللي مش متساوية عندي دي لا انتي تقطعيها كده وهنستخدمها تاني في العجينة اهو. ونعمل يلا كده نستخدم يعني الكيس بتاعك وتلفي كده اهو اهو كده. بس كده لفة واحدة بس، ما تكتريشي عليها تمام. وبرضو بالسكينة نقطعه كده اهو تمام، وتسوي كده على الطرفين كده بس كده. دي شايفين بقت جاهزة معانا وبقت زي الفل اهو تمام. يلا كده احنا هنمسكها كده ببركتها ونحطها هنا، وناخد يلا الصابع اللي بعديه اهو. شايفين الصابع اللي بعديه مظبوط تماما على المقاس. يبقى كده يلا نشتغل بالكيس وهنعمل كده اهو اهو. بس كده يا دوبك طبقة واحدة بس من العجين، ونعمل كده اهو بس كده. ودي بتكون جاهزة معايا. عايزين تعملوا في الأطراف كده اهو اهو اهو. عايزين تمسكوا على الطرفين تقطعوها كده اهو، يبقى كده تمام اهو. هعملها انا برضو الناحية دي كده على الطرفين عشان ما تغلبكمش اهو. يلا كده دي معايا تاني واحدة. يلا كده نمسك تالت واحدة معايا اهو على المقاس، ونبتدي كده نلف الرول اهو. حاجة بسيطة بس كده، ونقطع يلا كده بجيها من السكينة اهو. يلا كده انا هكمل الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده وهرجع لكم. هنبتدي كده يا جماعة نرش السمسم كده اهو بالشكل ده كده. بعد كده هتمسك يلا كده دي ونروح نعملها كده اهو بس اهو كده، وندوس عليها كده اهو. يلا كده وتبقى كده دي جاهزة اهو. يلا كده هنمسك دي كده اهو هنا اهو. بعد كده هنلفها كده وندوس عليها كده بالكيسة يا جماعة اهو اهو بس كده، وبتكون جاهزة معايا اهو كده. ونرش شوية سمسم كده اهو كده بس كده. وكده بتكون جاهزة معايا اهو
هعمل الخطوة دي كده في كلهم وارجع لكم كده عشان نبتدي نقطع. اهو صلوا على النبي. اهو وكده بالكيسة نلف كده رول كده وندوس كده عشان تاخد السمسم. اهو اهو وكده بتكون جاهزة. يلا كده معانا اخر واحدة. اهو نبتدي كده نحط لها كده السمسم. اهو بس كده ودي برضو بتكون جاهزة معايا اهو. يلا كده هنعمل ايه؟ هنعمل ان احنا هنقطعها يلا بالسكينة كلها قد بعض، بس الاول هنحطوها زواج صاج. اهو وكده الصاج بتاعي اهو كده، وناخدوها كده خطوط بالطول او بالعرض على حسب الطول اللي انت عاملاه. اهو 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 كده اهو اهو ودي معايا اخر واحدة اهو. يلا كده نقطعهم بالسكينة مع بعض. شايفين كده يا حبايبي اهو عملت الصوابع بالبلح اهو ظبطتهم دول. تعالوا دول يلا نقطعوهم بالسكينة مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده اهو كده يا حبايبي. وادي اهو الناحية التانية اهو 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 كده. طبعا عادي اهو خليها هنا كده اهو. عايزين تقطعوا بالقطاعة اللي زي دي بدل السكينة اهو هقطع لكم بيها عشان ابقاش يعني عاملة حاجة مش عندكم او انتوا عايزين تعملوا بحاجة تانية اهو كده اهو اهو. شايفين بس كده اهو. يلا دي عملنا بيهم ابو بلح. يلا كده نبتدي يلا نشوفوا باقي العجينة بتاعتنا هنعمل فيها ايه. حبايبي بقى العجينة قسمتها على نصين. همسك النص الأول بعمل بيه دواير بالشكل ده. باخد حتة صغيرة كده أهو كده بلفها كده بتصبح معايا دويرة. بعد كده بروح بدوس عليها كده عشان الحتة دي أنا هعمل بالعجينة التانية دي. هعمل أحط طبعا عليها شوية كاكاوات وبعد كده أحط هنا عجينة الكاكاو. بعد كده هدوس عليها بالمكبس. تمام. فأنا هخلص الصاج كله بالشكل ده في العجينة البيضة زي كده. وبعد كده ارجع لكم عشان نعمل بالشكل الصغير دواير برضو بالكاكاو. بعد كده نشوف الاشكال بتاعت المكبس العسل. وكده يا جماعة اهو عملتهم كلهم دواير بالشكل ده. يلا كده تعال نعمل حشوة الكاكاو مع بعض. معانا يلا اهو العجينة بتاعتنا اللي باقية ومعايا كاكاو ومعايا زيت. هحط كده عليها معلقة زيت وعليهم كمان الكاكاو اهو كده وعجينهم كده مع بعض. اللي عايز يحط الزيت بالكاكاو الاول ويخلطهم مع بعض براحته برضه في حرية الاختيار اهو. ونخلطهم كده كويس مع بعض لغاية ما يتشرب الكاكاو كده معايا اهو كده اهو. عشان ابتدي هعمل دواير صغيرة وبشكل المكبس هنجوه مع بعض ونحطوه في المكبس بتاعنا وهنعمل احلى بسكوت
شكل جميل جدا، من بره هيبقى ابيض وفي النص هيبقى بالكاكاو اسود. صلوا على النبي بقى. متنسوش بقى تعملوا لي لايك في الفيديو العسل ده اهو. يلا كده، هي كده العجينة كده بتكون جاهزة معايا. هنمسك كده دواير صغيرة كده مع بعض اهو كده. وكده يا جماعة اهو، بعد ما حطيت الدواير الكاكاو بتاعتي فوقيها، ومعايا المكبس اللي انتوا عارفينه ده، استخدمته في فيديو قبل كده، بيبقى فيه شكل حلو اهو من جوه. اللي هنعمل بيه احنا بس كده علينا ان احنا نضغط عليه كده اهو اهو اهو. في طبعا منه اشكال كتير، انا اخترت الشكل ده. صلوا على النبي بقى. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بسكوت جميل جدا جدا واقتصادي بالزيت، مش هتلاقوا زيه في اليوتيوب، هتلاقوه بس عند قناة وصفات ندى الشطورة اهو اهو. شايفين شكل الوردة؟ خليتها في حتة تاني خالص. تعالوا كده نوسع كده اهو اهو. وبكده يا جماعة نكونوا خلصنا معانا الوصفة بتاعت النهاردة. يلا كده انا قطعتها هدخلها يلا الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن على طول هوريكم العظمة بتاعتنا. وكده يا حبايبي بعد ما طلعته من الفرن، شايفين الجمال والحلاوة؟ انا سبته على الفرن كده في الهواء علشان كده يدي كده جرمشة. بصوا، الله الله الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. شايفين الحشو بقى في حتة تاني خالص، ومجرمش كده من بره كده مجرمشة ومفتولة كده خالص اهو. والبلح طعمه في حتة تاني خالص يا جماعة. شايفين الوصفة؟ وبص كمان دي اهو، افتحها لكم كده من النص. شايفين زيها زي البسكوتة كده، بطعم جميل جدا اهو اهو. حتى بصوا الكاكاو نفسه طعمه روعة. صلوا على النبي بقى. ولو عجبكم الفيديو العسل ده ما تنسوش تعملوا لي اللايك والسبسكرايب على القناة لو عجبتكم الوصفة. ويا ريت تكتبوا لي تعليقات حلوة. وكل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم.